تخيل كده إنك قاعد في يوم عادي جدا وفجأة تسمع اسم غريب شوية: متلازمة جوزكا. الاسم لوحده كده يحسسك إن الموضوع بسيط، بس الحقيقة إننا داخلين على حكاية كبيرة قوي فيها مخ، أعصاب، جينات وحاجات معقدة جدا بتحصل جوه جسم الإنسان من غير ما نحس. خلينا نبدأ من الأول خالص. يعني إيه متلازمة جوزكا أصلاً؟ ببساطة كده، متلازمة جوزكا، واللي في الطب غالباً بيكون اسمها قريب من جوبيرت أو حاجة شبه كده، هي اضطراب نادر جدا بيأثر على المخ، خصوصا جزء مهم جدا اسمه المخيخ، وده المسؤول عن التوازن والحركة والتنسيق بين أجزاء الجسم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما الجزء ده يحصل فيه مشكلة، الجسم يبدأ يلخبط، الحركة تبقى مش مظبوطة، التوازن يتأثر، والكلام نفسه ممكن يبقى فيه صعوبة. بس استنى، الموضوع مش بس كده. القصة كلها بتبدأ منين؟ القصة بتبدأ من الجينات. الجينات اللي بنورثها من الأب والأم. في الحالة دي بيكون في طفرة جينية، يعني تغيير بسيط جدا في DNA، بس التغيير ده كفيل يعمل دوشة كبيرة في الجسم كله. الطفل بيتولد ومن بره ممكن يبان طبيعي جدا، لكن جوه في المخ في حاجة مش متكونة بالشكل الصح. أشهر علامة غريبة في المخ: الأطباء لما بيجوا يعملوا أشعة رنين مغناطيسي على المخ بيلاقوا شكل مميز جدا، شكل كده بيشبه ضرس أو سن، وده بيبقى علامة واضحة جدا على المتلازمة. المنطقة دي تحديدا هي اللي مسؤولة عن الربط بين أجزاء المخ، فلما تبقى مش مظبوطة التواصل الداخلي في المخ يبقى فيه مشكلة. طيب الأعراض بقى، ركز معايا. الأعراض هنا متنوعة جدا ومفيش حالتين شبه بعض 100%، بس خلينا نقول أشهر الحاجات. أول حاجة، مشاكل في الحركة. الطفل ممكن يتأخر في إنه يقعد، يقف أو يمشي، ولما يمشي تحس إنه مترنح كده زي اللي مش متوازن. تاني حاجة، ضعف في العضلات، تحس إن جسمه مرخي شوية وده بيخلي الحركة أصعب عليه. تالت حاجة، مشاكل في التنفس، ودي غريبة شوية. في أطفال بيبقى عندهم نمط تنفس غريب، مرة سريع جدا ومرة بطيء أو حتى يقف لحظات. رابع حاجة، تأخر في الكلام ممكن يتأخر أو يبقى فيه صعوبة في النطق. خامس حاجة، مشاكل في العين، زي إن العين تتحرك بشكل لا إرادي أو صعوبة في التركيز على حاجة معينة. بس استنى، لسه في تفاصيل أعمق بكتير. ليه الموضوع معقد كده؟ عشان المتلازمة دي مش بس مخ وبس، دي ممكن تأثر على أعضاء تانية كمان. الكلى، بعض الحالات بيبقى عندهم مشاكل في الكلى مع الوقت. الكبد ممكن يظهر تأثير عليه في بعض الأطفال. حتى الشكل الخارجي، أحيانا بيكون فيه ملامح معينة مميزة شوية في الوجه. طيب الأهل بيكتشفوا إزاي؟ غالبا القصة بتمشي كده: الأم تلاحظ إن الطفل متأخر شوية عن الطبيعي، تروح لدكتور أطفال، الدكتور يشك إن في حاجة في النمو العصبي، يبدأوا يعملوا فحوصات لحد ما يوصلوا للرنين المغناطيسي، وهنا بقى يظهر الشكل المميز وتبدأ الصورة توضح. هل ليها علاج؟ هنا بقى النقطة الحساسة. مفيش علاج نهائي بمعنى إننا نرجع كل حاجة زي ما كانت، لكن في تأهيل وعلاج داعم قوي جدا. زي إيه؟ علاج طبيعي عشان الحركة، جلسات تخاطب عشان الكلام، متابعة مستمرة مع دكاترة متخصصين، دعم نفسي للأهل والطفل. والحقيقة إن في أطفال بيعملوا تقدم كويس جدا مع الوقت، خصوصا لو بدأوا بدري. الحياة بتمشي إزاي مع الحالة دي؟ بصراحة مش سهلة، بس في نفس الوقت مش مستحيلة. في أطفال بيقدروا يتعلموا ويتكلموا ويعيشوا حياة قريبة من الطبيعية، وفي حالات تانية بتبقى أصعب شوية وبتحتاج رعاية أكتر. كل حالة وليها ظروفها، وده اللي بيخلي المتلازمة دي معقدة جدا. هل متلازمة جوزكا ليها علاقة بالأمراض النفسية؟ الإجابة المختصرة: مش مرض نفسي في حد ذاته، لكن ممكن يبقى ليه تأثير نفسي كبير جدا. خلينا نفصل بقى، ده في الأروشة. أول حاجة نفهم الفرق. متلازمة جوزكا أو جوبيرت هي ده في الأروشة مرض عصبي أو جيني، يعني المشكلة الأساسية في تكوين المخ نفسه، مش زي الاكتئاب، القلق، الفصام، دول بنسميهم أمراض نفسية أو سلوكية. طيب فين العلاقة بقى؟ العلاقة بتيجي بشكل غير مباشر. الطفل ممكن يبقى عنده صعوبة في التركيز، اندفاع أو حركة زيادة، صعوبة في فهم المشاعر أو التعبير عنها، وده ساعات يخلي شكله قريب من اضطرابات زي فرط الحركة أو مشاكل سلوكية، بس السبب هنا عضوي في المخ مش نفسي بحت. تاني حاجة، التأثير النفسي على الطفل نفسه. تخيل طفل حركته أبطأ من غيره، كلامه متأخر، مش عارف يعمل زي أصحابه، ده ممكن يخليه مع الوقت يحس بيه إحباط، قلة ثقة بالنفس، انسحاب اجتماعي، وممكن يوصل لضعف الأروشة، أعراض شبه الاكتئاب أو القلق. تالت حاجة، التأثير على الأهل، ودي نقطة ناس كتير بتنسى تتكلم عنها. الأهل نفسهم ممكن يعانوا من توتر مستمر، ضغط نفسي، قلق على المستقبل، إحساس بالذنب أحيانا. فالموضوع مش بس طبي، ده كمان حالة نفسية للعيلة كلها. طيب هل ممكن يتشخص غلط كمرض نفسي؟ أيوة، وده بيحصل أحيانا. لو الحالة خفيفة ممكن حد يشوف تأخر في الكلام، مشاكل في التركيز، سلوك غريب شوية، فيقول ده ADHD أو مشكلة نفسية، لكن الحقيقة تبقى في مشكلة عصبية أعمق. مش مرض نفسي، مرض عصبي بيأثر على المخ، لكن ممكن يسبب مشاكل نفسية مع الوقت وبيأثر على السلوك بشكل واضح. هل متلازمة جوزكا ليها علاقة بالتوحد؟
الإجابة مش أبيض وأسود. مش نفس المرض، لكن أحياناً بيبقوا شبه بعض جداً في الأعراض، وفي حالات نادرة ممكن يجوا مع بعض كمان. خليني أفهمك الحكاية كأننا بنفك لغز. الأول، يعني إيه توحد أصلاً؟ التوحد هو اضطراب في النمو العصبي بيأثر على التواصل، الكلام والفهم، التفاعل الاجتماعي، السلوك زي التكرار أو الروتين. يعني الطفل ممكن ما يحبش يتكلم مع الناس، يكرر نفس الحركة كتير، يزعل لو الروتين اتغير. طيب التشابه بقى، هنا بقى بيتلخبطوا. أولاً، تأخر الكلام. في الحالتين الطفل ممكن يتأخر في الكلام أو كلامه يبقى مش واضح. تانياً، ضعف التفاعل الاجتماعي. ممكن الطفل ما يبصش في عين اللي قدامه أو ما يتفاعلش قوي مع الناس، وده يخلي ناس تقول على طول ده توحد. ثالثاً، سلوكيات غريبة شوية، زي حركات متكررة، ردود فعل مش مفهومة. طيب الفرق الحقيقي فين؟ هنا بقى الفرق المهم جدا. السبب الأساسي متلازمة جوسكا، مشكلة واضحة في تركيب المخ تتشاف في الأشعة. التوحد مفيش شكل ثابت في الأشعة، الموضوع وظيفي أكتر. الحركة والتوازن، في متلازمة جوسكا في مشاكل واضحة في التوازن والمشي، مترنح، تأخر حركي. في التوحد الحركة غالبا طبيعية أو قريبة من الطبيعي. التنفس، في متلازمة جوسكا ممكن يبقى فيه نمط تنفس غريب، في التوحد مفيش الكلام ده. العين، في متلازمة جوسكا مشاكل في حركة العين نفسها، في التوحد المشكلة في التواصل بالعين مش في حركة العين. طب هل ممكن يجوا مع بعض؟ أيوة، بس مش دايما. في بعض الحالات الطفل عنده متلازمة جوسكا وكمان عنده أعراض توحد حقيقية، وده بيخلي التشخيص أعقد بكتير. ليه اللخبطة دي بتحصل؟ بسبب حاجة مهمة جدا، كلهم تحت مسمى اضطرابات النمو العصبي. يعني المخ مش شغال بالشكل التقليدي، فالأعراض بتتشابه، بس السبب الداخلي مختلف. حتة مهمة جدا لازم تتفهم، مش كل طفل متأخر في الكلام أو مش اجتماعي يبقى عنده توحد. ممكن يكون مشكلة سمع، مشكلة عصبية، أو متلازمة زي جوسكا. طيب التشخيص الصح بيجي إزاي؟ الدكاترة بيجمعوا كذا حاجة: ملاحظة السلوك، تاريخ النمو، فحوصات عصبية، رنين مغناطيسي للوخ، دي بتفرق جدا هنا، تحليل جينات أحيانا. الخلاصة بالمصري كده، الاتنين شبه بعض في الشكل الخارجي لكن مختلفين جدا من جوه. التشخيص الغلط وارد جدا، والتفريق محتاج دكتور شاطر وفحوصات مظبوطة. بعد الرحلة الطويلة دي في تفاصيل متلازمة جوسكا، نقدر نقول إننا قدام حالة مش سهلة، لكنها كمان مش نهاية الطريق زي ما ناس كتير بتفتكر. الحقيقة إن المتلازمة دي مش مرض نفسي، لكنها بتأثر على النفسية بشكل غير مباشر، وممكن تتلخبط مع التوحد أو غيره، وبتحتاج فهم وصبر أكتر من أي حاجة تانية. أهم حاجة لازم تفضل في دماغك إن كل حالة مختلفة، مفيش طفل زي التاني ومفيش قصة شبه التانية. في أطفال بيتأخروا في الأول وبعد كده يتحسنوا بشكل ملحوظ جدا، وفي حالات تانية بتحتاج دعم مستمر ومجهود أكبر من الأهل، بس في الحالتين في أمل. الرسالة الأهم بقى، اللي بيفرق فعلا مش بس العلاج، لكن الاكتشاف بدري، المتابعة الصح، الدعم النفسي والصبر الطويل. لأن الطفل ده مش حالة وبس، ده إنسان عنده قدرات حتى لو مختلفة. وأكبر غلطة ممكن تحصل إننا نقارنه بغيره طول الوقت، أو نستعجل النتيجة، أو نفترض إنه مش هيتحسن. الكلام ده بيفرق جدا في نفسيته وفي تقدمه كمان. النهاية الحقيقية مش نهاية. متلازمة زي إيه مش قصة ليها بداية ونهاية وخلاص، دي رحلة فيها تعب، ضغط، خوف، بس كمان فيها إنجازات صغيرة جدا بتبقى كبيرة قوي عند أهلها، زي أول كلمة، أول خطوة، أول مرة يعتمد على نفسه. الحاجات دي ممكن ناس تانية تعتبرها عادية، لكن هنا بتبقى انتصار. وفي الآخر أهم حاجة تفتكرها، الفهم أحسن من الخوف، والدعم أحسن من الحكم، والصبر دايما بيكسب في الآخر.